أصدقائي الحلوين، عاملين ايه؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم كويسين. بالنسبة للسؤال ده، ينفع أشتغل في كذا تخصص بعد التخرج؟ يعني الإجابة هي والله من واقع الخبرة العملية ان لو عندك القدرة الصحية والفكرية والعقلية والنفسية ان انت تشتغل في كل التخصصات، فانا مش هقول لا. بس في واقع الامر احنا بعد التخرج بنقعد شوية كده نجرب ونشوف ايه التخصصات اللي ممكن نلاقي نفسنا فيها ونبقى فيها شطار. بس صدقني مع الوقت هتلاقي نفسك ما انتش قادر تكاتشب في كل التخصصات، وفي تخصص واحد هيكون هو اللي انت شاطر فيه او اللي انت لقيت نفسك فيه وكده. بس كصحيا ما نقدرش نشتغل في كل التخصصات. يعني ده وجهة نظري. يعني في ناس بتشتغل في كل التخصصات، بس على الاقل مثلا في ناس بتشتغل ادلت بس، في ناس بتشتغل بيدياتريك بس ما نقدرش مثلا نشتغل ادلت وبيدياتريك مع بعض، لان ده مجهود وده مجهود كسبيل المثال يعني. بس كده معلوماتنا النهارده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.